وده فوق الدولاب بقى، بس فوق المطبخ بس الناحية التانية. طبعا هناك نضيف خلاص، انا خلصت هناك بقى الحمد لله. وهنا برضو اصبح حلو اهو الحمد لله يا رب. نيجي بقى للايه، للشباك. فاللهم لك الحمد. يعني هو انا التلاجة حطاها في اوضة، التلاجة بتاعتي حطاها في اوضة تانية، اوضة النوم اللي جوه يعني. فهو انا المطبخي شايل بس العلبة اللي فوق، العلبة اللي تحت بتاعت المطبخ والبوتاجاز بس. هنا بقى البوتاجاز بقى طبعا انت بتشمري بقى يعني أنا هنا فكيت اللي بتاع ده هو الازاز بتاعه خالص، عشان ان انا اعرف اغسله. وغسلته والحمد لله ولمعت، بس بصي الجناب لسه هغسلها بقى. شلت الصاجة بتاعته، الصاجة. فبصوا بقى هنا بقول لكم من الجنب يعني برضو من الجناب بيتغسل ومن جوه بيتغسل. وبصوا هنا بقى في الارضية بقى، مش بقول لكم انا بغسل ورا، والدنيا هنا بتبقى مليانة بقى مية بايه، بمواهب. ده مكان الانبوبة يعني، ده مكان الانبوبة. بصوا بوريكم الفرق. بصوا من تحت من هنا من فوق يعني فوق نظيف جدا، تحت هنا كان كله دهون. انتوا لو ركزتوا دهون صعبة بصراحة. بص طبعا الارض دي بقى مكان غسيل مكان غسيل البوتاجاز وكده. حاولت بقدر الامكان ان انا اشيل اللزقة دي، ما اتشالتش معايا. مش عارفة اشيلها بايه، مش عارفة اشيلها ازاي. فحاولت كتير ما اتشالتش، فقلت بقى ايه مش اشكال يعني. عندي هنا بقى ده خرطوم الفلتر، بفتحه واغسل بيه. هنا طبعا دعكت بقى كل ده، الحيطان دي كده كلها دعكتها تمام. والارض برضو دعكتها ونضفتها، والحمد لله الحمد لله يعني ايه بقى نضيف ماشي. بس بقى اللهم صل على سيدنا محمد. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا يعني ما تنسيش بالله عليك ان انت تدوسي لايك وتشتركي في القناه. الله يوسع عليكي يا رب ويكرمك حبيبتي. هنا بقى بركب الازاز، وبركب الصاجة بتاعت البوتاجاز. صراحة البوتاجاز يعني خليته فل الحمد لله يعني. اللهم لك الحمد يا رب. بصي هنا كانت الكاميرا اتعكست معايا معلش. هتلاقوا فريدة دلوقتي. اللهم صل على سيدنا محمد. بس هنا بقى ايه ركبته، بيبقى فيه كده اسمها ايه، مسامير اهي. دي طبعا يا جماعة انا متجوزة بقالي 11 سنة، فالحمد لله يعني ايه الحاجة الى حد ما يعني. مش هقولك انها مهلوكة وطلعان عينيها، بس برضو